عايزك تتخيل معايا عزيزي المشاهد لو انتقلت فجأة لعالم آخر، عالم فانتازي غريب مليء بالسحر والمعجزات. هو على عكس المتوقع والغريب بصراحة، فانت اتحطيت مكان واحد فاشل لا يملك قوة ولا سلطة ولا يحزنون، والفاشل ده بقى جه مكانك يا معلم. نوع جديد من الايسيكاي ده، وطبعا مش هتلاقيه غير عند اخوك وايتو بس يا صديقي. فهيا بنا نبحر ما بقي في اسرارها. ده هو هينوهارا، شاب لسه صغير في اول حياته، شاب زي اي شاب، لا ليه في الطور ولا الطحين، غلبان وعلى نياته جدا، حياته هاديه خالص وما فيهاش اي تميز، حياه روتينيه من الاخر يا صديقي. بيتكلم مع نفسه وبيقول ايه الحياه الروتينيه الممله دي يا جدع، ياه لو العالم ده ينتهي وانتقل لعالم تاني، انا عايز بس اي اكشن في حياتي عشان اخلص من الملل ده، ياه لو اخلص من العيشه البائسه ديت. لكن بيقطع مع نفسه ومناجاتها صوت صديقه المقرب سوجيرو، بيقول له ازيك يا صاحبي وهو بيسلم عليه، والاتنين دول اصحاب مقربين جدا لعلمك، على الرغم من انه هينوهارا في كل المواصفات السيئه اللي قلت لك عليها ديت، لكن تظل لياقته هي النعمه الوحيده في حياته، يمكن كمان تكون سبب ليه لحب الحياه وتمسكه بيها قبل ما ياخد اي قرار مصيري ويقرر ينهي حياته. لحظه الفوز في اي سباق من سباقات الجري دي ليها احساس تاني، طعم تاني، وخصوصا انه بيحصل على المركز الاول، مقفل اللعبه حرفيا، وبسبب كده اصحابه بيغيروا منه، بيخلوه ماشي وبيثبتوه، بينادوا على سوجيرو وبياخدوه جنبهم. وهينوهارو دي كانت الصدمه بالنسبه له، ما كانش متخيل ان الشخص اللي بيعتبره صاحبه واللي بيحبه زي اخوه يعمل في كده، لكن دي هي الحياه يا صاحبي، لا البدايات التي نتوقعها ولا النهايات التي نرجوها. بيقرر يروح وينسى اللي حصل، بس قبل كل ده بنشوف في عالم موازي غير عالم هينوهارا شخص يدعى اراتا، الواد ده نفس شكل هينوهارا بس شعره اسود، وكان وقتها بيحاول يهرب من جدته، بس على مين ده؟ لو انت مفكرها ضعيفه تبقى غلبان، دي بتعمل من اراتا واحد بتنجان، وهوبا قدرت توقع اراتا من التل فعلا، بعدها بتقدر تمسكه، بتقول له انت دلوقتي لازم تحافظ على الارث بتاعنا ومنه السيف القديم ده. اراتا قال لها طب وانا مالي بكل ده، ما تحافظوا عليه انتوا. الجده قالت له مش بالسهل يا عم اراتا، فلازم كل 30 سنه تتعمل مراسم تتويج بالاميره اللي عندها قوه بتسمى قوه الاماتسوركي. الاماتسوركي دي يا صاحبي حاجه زي اساس القوه في الانمي ده، بمعنى ان لو عندك سلاح عادي ممكن الاماتسوركي ده يخليهولك من اقوى الاسلحه، وطبعا لازم تكون اميره معاها قوه الاماتسوركي عشان تكون المملكه وتبدا مراسم التتويج، بس للاسف ما عندناش اميره في العصر ده، عشان كده يا اراتا بطلب منك تتنكر على انك اميره لانك انت عندك قوه الاماتسوركي. اراتا قال لها مع نفسك انا رجولتي ما تسمحليش بكده، انت شكلك كده يا وليه لا مؤاخذه كبرت وخرفتي، اطير انا بقى. الوليه اقصد جدته بتقول لي اسمع يلا هتتنكر يعني هتتنكر، والا في حرب هتقوم بسببك واحتمال اموت فيها، لا بعد الشر عليك يا جده، افكر في الحوار واقول لك كده. الجده قالت له لا يا حماده انت مش هتفكر، دي الاميره اللي فاتت حكمت مرتين بسببك وهتفلسع مننا، وعشان مفيش اميره اتولدت جهز نفسك يلا عشان هنبدا مراسم التتويج. مش بيلحق يقول لا لان البنات عملوا معاه الواجب وبالزياده معاه، الواد ما شاء الله بقى احسن من النسوان كمان، وفي نفسه كده بيقول انا ايه اللي جابني هنا. كونوها قالت له مالك يا عم كده، دي المراسم كلها 3 ايام وبقى اهرب براحتك بعدها. اراتا قال لها ده ازاي يعني، ده انا هكون متراقب بشينشو، ودول عزيزي المشاهد 12 شخص، بس مش اي حد، دول اقوى 12 في المملكه، ده غير ان مراسم التتويج بتاخد 3 ايام. بعد فتره بقى كان خلاص مراسم التتويج بتجهز وبيطلبوا اراتا هناك، بياخد كونها معاه وبيتحركوا، ففي نص الطريق عرف كونها بانه مش مستريح للي بيحصل، حاسس في ان في حاجه غلط، دلوقتي حاولي تستغل الوقت وتهربي مع جدتي من المكان. كونها قالت له مش فاهمه حاجه لكنها بتوافق. بعدها اراتا بيوصل للمكان اللي هتقوم عليه مراسم التتويج، بيقابل هناك الاميره السابقه، قالت له انت حاليا هتعدي على طريق صعب انا عديته من فتره، فخد بالك من نفسك يا عم. قال في سره هو انت هتخرفي زي جدتي كمان، انا كده ولا كده الهروب مش حوار يعني. المهم فعلا المراسم بتبدا والنيران بتولع في المكان كله، وقتها واحد من الشنشو بيبتسم وهوبا بيقتل الاميره بدون ذره رحمه. بطلنا اتصدم، ده ازاي كده؟ ابو شعر ابيض قال له هو انت مفكرنا هنخدمك طول عمرنا زي الكلاب وانتم بتاكلوا وبتشربوا من غير ذره تعب ولا ايه؟ المهم الدور عليك تعالى. بيهجم عليه بس اراتا بيتفادى، اراتا بيطلب من الشيشن الباقيين يتصرفوا لكنهم معاه للاسف، الواد مش عارف يعمل ايه، ده الاميره ماتت قدام عينه، لحد ما بتجيله فكره وهو انه يقفز ناحيه النهر، فعلا بيعمل كده وبيقدر يهرب منهم.
وساعتها بشعر ابيض بيستغل الفرصة وبيقول ان اراتا هو اللي قتل الاميرة، بسرعة هاتوه عشان ياخد جزاؤه. يخرب بيتك يا جدع، تفكير ولاد ابلسه مفيش كلام. كونها بتسمع كل اللي حصل لكنها بتلاحظ ان عمك اراتا بينزل من النهر فبتحاول تلحقه. الكل من بعدها سواء جنود او شعب بيحاولوا انهم يلاقوا اراتا، لكنه كان بيحاول يهرب منهم بس لسوء حظه بيطب على 2 من الشعب بس بيهرب فورا من المكان. ابو شعر ابيض عرف اللي حصل وانه توجه ناحيه غابه تدعى كانتو. قال له ده غبي بصحيح، الغابه دي مش بترحم كبير او صغير هنا. واول ما بيوصل اراتا للغابه على طول روحه بتتلاقى مع هينوهارا. بس ده ازاي كده؟ ده هينوهارا كان من شويه بيتامل في امان الله والاتنين مش فاهمين حاجه، حتى انا وانت يا صديقي. بس بعدها بنشوف هينوهارا انتقل لعالم اراتا والتاني العكس. الواد لسه بيفكر يتحرك من مكانه لقى سامي بيعدي من جنبه وكان هيشمعه. هينوهارا في نفسه بيقول هي ناقصه مقاسي اكتر من كده، مش كفايه اللي بيحصل معايا ده. بيهرب من المكان بسرعه قبل ما حد يجيبه، وفعلا كونها بتوصل لمكانه ومفكره اراتا لان الاتنين متشابهين وبتقرر تهربوا من المكان. الشخص بشعر ابيض واللي بالمناسبه اسمه كاناجي بيتضايق لما حد بيقطع تفكيره، والشخص ده يدعى اكاتشي بيقول له بقى حته عيل زي ده يهرب منك، انت عارف مكانتك ايه بالظبط. كانجي بيوضح له ان مش حته فار زي ده يستخدم عليه قوته. على العموم ما تقلقش يا زعيم، انا هعمل معاه الواجب. نرجع بقى لهينوهارا من تاني. وكان عندي الجده وهي شخصيه متفاجئه مش المفروض تكون في المراسم، كونها وضحت ان الاميره ماتت ومتهمين هينوهارا بجريمه القتل ولقيته في غابه كانتو. الواد قال لهم انا اولا مش اراتا يا جدعان، ارحمونا بقى. الجده اتصدمت وقررت تاخده في المكان ده. بتوضح له ان اللي بيخش الجزيره دي بيتبدل بشخص تاني وانت كنت المختار. قال لها طب وانا اعمل ايه يعني؟ اشيل انا مكان اراتا واموت بداله؟ ما هي خربانه هنا وهناك. الجده قالت له صح يالا، اراتا مش مجرم، في حاجه بتحصل في الاستخبص هنعرفها مع الوقت. بعدها بيسمعوا صوت صراخ كونها والجده بتخرج بتلاقي كاناجي وصل للمكان وبيهددها بقتل كونها، وده لو ما عرفتوش فين مكان اراتا. الجده مش مستوعبه اي حاجه والبنت خلاص هتودع الملاعب. كونها قالت ان اراتا مش مذنب وان اللي بيحصل ده ورا شخص مخطط لكل خطوه. وهنا كاناجي قال لها بسلمي لي على اراتا بعد ما يحصلك، ولسه هيفنشها هوبا هينوهارا بيفوق لنفسه بيقول في باله البنت دي مفكراني اراتا ومتمسكه بيا لكن مش هسيبها تموت برضه. بعدها بيخرج لهم الاسد العنيف الوحش المخيف اللي هيكدب زي الحريف، عمك هينوهارا. ازيكم يا شباب؟ اولا كده انا مش اراتا، انا بكون هينوهارا للمره الالف، بس مادام شفت بنت بتتضرب قدامي مش بيهمني حد. كاناجي قال له خلصت يا جندي، مس عليه غلبان ما يعرفش اللي قدامهم هيقلبهم زي الدبان. بيتفادى الهجمه الاولى وبيلاحظ السيف الاسطوري وبيمسك السيف، ايوه، والسيف بيستجيب ليه وبيديله قوته. كاناجي قال له طب تعالى لي بقى. بيستعمل قوه النار على هينوهارا والجده قالت له بسرعه يلا قول اظهار بسرعه. فعلا الواد بيعمل كده وبيظهر درع ضوئي قوي جدا بيصد هجمات كاناجي بكل سهوله. ده ازاي كده؟ محدش قدر يتوافق مع السيف غير ناس قليله جدا. المكان بعدها بيزلزل وبينزل على الكل. بس قبل ما نعرف اللي حصل لهم نروح لاراتا الاول. كانت ام واخته هينوهارا قلقانين عليه جدا، بيسمعوا خبر غريب بان في شخص عريان في وسط المدينه، فبيروحوا يشوفوا ايه الوضع وفعلا بيلاقوا اراتا هناك. نرجع بقى لكاناجي وقدر يهرب من المكان لكنه مش فاهم حاجه واحده، ازاي هينوهارا قدر يسيطر على السيف الاسطوري ده على كده قوي جدا. بيقطع تفكيره اكاتشي قال انا كنت عارف انك فاشل زي ما انت، بس اسمع يلا احنا دلوقتي عاوزينه حي عشان المجلس طالب بكده، فاهم؟ كاناجي قال له تمام. وبعدها بنشوف هينوهارا واللي معاه لسه عايشين. الجده بتفهموا كل حاجه من اول قوته لحد السيف، بمعنى ان من زمن بعيد كان في ملوك اقوياء جدا قرروا يختموا قوتهم على شكل سيوف قويه، وكل سيف بقوه شكل. عندك النار، الرياح، الماء، وغيره وغيره وغيره. والسيف اللي كان مع اراتا ده واحد من سيوف الملوك واسمه سيف الضوء. قليل جدا اللي قدر يستخدم السيف ده. هينوهارا قال لها هو تمام وكل حاجه بس انا عايز ارجع لبيتي
يقتل من تاني. انا مش حمل ده كله. بيخرج بره وبيفكر في كل اللي بيحصل معاه لحد ما بتقطع تفكيره كونها وبتقول له ما تقلقش، ذاكرتك هترجع لك من تاني. الواد زهق منها، قال يعني انت دماغك مقفله اني انا قرطه؟ طيب يا فنان، فين القلاده اللي انا اديتها لك في مراسم التتويج؟ على العموم خد دي وخليها معاك. قال لها قشطه، هو الدنيا متفل وروقان. لكن وقتها الجده بتلاحظ انهم متراقبين، وفعلا كان احساسها صح. وكان ناجي بيوصل لهينوهارا وبيقول له عامل ايه يا ابو الصحاب، دلوقتي سلم نفسك والا الجده هتودع الملاعب هنا ودلوقتي. هينوهارا مش عارف يعمل ايه لحد ما بتشاور له الجده انه يهرب، لكنه بيقرر يسلم نفسه عشان الجده ما تموتش. وبينما هينوهارا داخل العربيه دي، القلاده بتنور على شكل بوابه في الجدار ده. بنلاحظ وقتها صديقي ظهور اراتا الحقيقي بس في عالم هينوهارا. طبعا بيحاول يعدي البوابه بس مش عارف. اراتا قال له اهدى، انا مش عارف ايه اللي وصلنا لكده بس صدقني هنلاقي حل. هينوهارا قال له روح نام يلا، انا مقبوض عليا وهموت كمان شويه. انت بتقول ايه؟ وحاليا انا بقدر استعمل السيف الاسطوري. اراتا مش مصدق وقال له عاش عليك، ما تقلقش الاوضاع هتتحل. مش بيلحق يكمل لان البوابه بتقفل للاسف. في اليوم التالي بيتعرض هينوهارا للمحاكمه، وكاناجي بيبدا وبيقول بان هينوهارا قتل الاميره قدام الشنش كلهم بدون ذره ندم. هو الدليل كمان ان الاميره فعلت درع حمايه من الاول ومش عارفين هي هتعيش ولا هتموت. بس اللي نعرفه دلوقتي ان الشخص دوت مجرم، الكل بيتعصب عليه وبيطلبوا بقتله. هينوهارا بيفتكر ان الموقف دوت نفس الموقف في العالم الحقيقي، بيخرج عن شعوره وبيقول لكل الشنش دول هم اللي قتلوهم. لا وبكل بجاحه بيتهموني انا. هو يا كاناجي انت مفكر ان خيانتك للاميره حاجه بالسهل عليها؟ دي كانت بتثق فيك يالا وانت هدرت الثقه دي. وفجاه سيف كان خلاص هيرشق في نص دماغ صاحبنا يخليه يودع بدري بدري. ايوه ده من اكاتشي. قال له اسكت واسمع للاخر، انت بتكلم الشنش حماة المملكه، اتكلم حتى بعقل شويه. هينوهارا خلاص الحلول متقفله في وشه ومش عارف يعمل ايه. وفي الاخر بيتحكم عليه بالنفي لجزيره تدعى جزيره الموت. وواضح من اسمها ان هو مش رايح يصيف هناك، ده رايح ياخد جنازته مش اكتر. بينقلوه فعلا على الطياره دي، بس اكانجي كان عنده راي تاني ومش عاوز يقتل هينوهارا غير لما يعرف ازاي قدر يسيطر على السيف الاسطوري. نرجع لابطالنا من تاني لما كونها بتسجل دخولها للمكان. عامل ايه يا فنان؟ دلوقتي بقى انا جبت ليك السيف عشان نعرف نهرب. هينوهارا بيفرح جدا ولسه بيقول اظهر، لكن ما حصلش حاجه. هو ده وقته تعلق يا عم انت. خلاص هينوهارا استسلم لمصيره، بس القلاده دي بتنقل كلها من هينوهارا وكونها لمكان جميل جدا. الاميره بتظهر لهم في المكان بتقول دلوقتي مفيش وقت، انا عاوز اطلب منك طلب يا اراتا. بما انك مستعمل السيف الاسطوري الجديد، الاميره بتعرفه بان الشنشو عاوزين يعملوا انقلاب على المملكه ويمتلكوا قوه الاماتسوركي عشان يسيطروا بيها ويسببوا الفساد في المملكه. هينوهارا قال لها ما ده هو اللي ناقص، انا عارف حظي. اتفضلي يا اميره، طلبك مني ايه بقى؟ قالت له بما انك مستعمل السيف الاسطوري فانقذ المدينه يا هينوهارا. والحاجز بيتدمر وبيرجعوا لمكانهم من تاني. وكونها قالت له خد بالك من هنا ورايح لان الاميره ذات نفسها عرفتك الاوضاع وحذرتك. المهم دلوقتي لازم تخبي السيف ده. وفعلا بيقدر يخبيه جوه جسمه لان دي قدرات السيف. نرجع بقى لكانجي من تاني، وكان لسه بيحاول يفكر في هينوهارا. اكاتشي بيقطع عليه تفكيره، قال له هو انت ما حكمتش عليه بالموت الفوري ليه؟ كانجي وضح بانه عاوز يعرف سر هينوهارا في السيطره على السيف. اكاتشي قال له اعمل اللي انت عايزه بس خد بالك ما تتمردش، وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيوصلوا لجزيره الموت، ودي مش هيسيفوا فيها يا صاحبي، دول هيشوفوا المرار بحق وحقيقي. بينزلوا لهناك والصدمه ان في اشخاص جوه المكان محكومين عليهم بنفس حكم هينوهارا، كلهم عارفين انه قاتل الملكه وعاوزين يعملوا معاه الواجب. من ضمنهم بشعر احمر ده بيهجم على هينوهارا لكنه بيتفاداه وكل شويه بيحاول يبعد عنه. بس في الاخر بشعر احمر قدر يجرح هينوهارا، قال له ده انت ضعيف بشكله وعامل لي فيها قاتل الاميره. وهوبا زلزال عنيف بيدمر المكان، بس ده مش زلزال عادي، لا ده وحش جوه الجزيره بيقتل الناس اللي فيها. الكل بيحاول يهرب بس على مين؟ الوحش بياخد 2 في السكه وبيقطع فيهم. بعدها الدنيا بتهدى من تاني. هينوهارا مش فاهم اي حاجه لحد ما البنت دي بتقول له ما تقلقش يا فنان، دي حاجه كده تقضيه واجب من الوحش. بص يا عم، هو كل يوم في حاجه اسمها ساعه الموت، الساعه دي بيظهر فيها الوحش وبيصفي 2 مننا، والمكان ماشي هكذا لحد ما هيصفي الكل. هينوهارا قال لها قشطه، وكونها بتلاقي لهم مكان
مكان يقعدوا فيه. لسه هيروحوا لهناك يقعدوا شويه، فجأة زلزال بيسحب كونها لتحت. بس ده ازاي كده؟ دي مش ساعة الموت اصلا. بيحاول يدور على كونها لكن مش بيلاقي اي اثر. بيقرر ساعتها يسأل الاشخاص دول لكنهم عاوزين يقتلوه، فبيهرب منهم بسرعة. هينوهارا بيحاول يلاقي مكان يستخبى فيه وبيكون متضايق من نفسه ومن ضعفه. الكل بيحاول يحميه بس هو للاسف مش عارف يحمي حد. انا للدرجات دي ضعيف. بتقطع تفكير البنت من تاني وقالت له ولا تزعل يا عم، معاك دحيحة المكان. هي حاليا مع الواد بشعر احمر لكن اعمل حسابك الواد دوت مش كويس. فالحق كونها بسرعة. وفعلا بنشوف كونها مع الواد بشعر احمر والواد التاني اللي معاه بيقرر يجيبوا اكل وياكلوا، وابو شعر احمر بيقرر يروح معاه بس بيتاخر في الطريق. ويا ريته ما اتاخر لانه بيشوف صاحبه مغمى عليه جنب هينوهارا. الواد ما سماش وهجم على بطننا لكن هينوهارا بيصد الضربه بالسيف. الواد مش مصدق ازاي معاك السيف ده، بس مش هيهمني برضه. لقوا شخص من الجزيره بيحاول يهجم عليهم لكن هينوهارا بيشمعه. الواد ده بيقوم من الاغماء وبيعرف صاحبه انه طول الوقت دوت كان هينوهارا بيحميه. انت فهمت غلط يا صاحبي، فهم سرقوا اخر تذكار ليا بامي. ابو شعر احمر بيقول له مكانك انا هجيب لك الخاتم. بعدها هينوهارا بيوصل لكونها هو اللي متعالج الواد المصاب. بيقرر يحكي لهم الحكايه من اول ما اتقابل مع صاحبه. كان عايش مع اهله مبسوط معاهم بس هو بره بيتجول شويه لا عصابه عايزه تخطفه، لكن ابو شعر احمر انقذني وقدرت اهرب منهم. بالمقابل جيش المملكه وصل واتهمونا اتهامات باطله وبسببها جينا هنا. بعدها صاحبه بيوصل وبيسلم الخاتم ليه. اي خدمات يا عم، روقت لك على الناس اللي هناك. قال له عاش عليك، ده اخر ذكرى ليا بامي. ابو شعر احمر قال له ولا يهمك، دلوقتي يا عم هينوهارا احنا متعادلين. لسه هيمشي من المكان بقى وهوبا ساعه الموت بتبدا ومن غير مقدمات بتتجه ناحيه الواد ابو شعر احمر تفنشه. الكل مصدوم بس الصدمه الاكبر في اللي جاي لان الدور عليك يا هينوهارا علشان تودع الساحه. لا الواد ده قام واخد مكانه قال انا جاي لك حالا يا صاحبي وبيودع للاسف هو كمان. ما حدش كان مصدق اي حاجه لحد ما قرر هينوهارا انه يحاول ينقذهم باي طريقه لو هم ما ماتوش. بعدها بيحاول يوصل لاي خيط يعرف بالطريق وفعلا بيلاحظ مادة كده الوحش بيسيبها وراه. بيتحرك ناحيتها وبيوصل لانابيب كتيرة غيره لكن برضه بيلاقي المادة من تاني ولسه يتحرك لا الارض انكسرت من تحته بس كونها بتلحقه. وطلع المكان اللي اتكسر ده هو مكان تواجد البنت اللي كانت بتواجه هينوهارا. قالت له هو انت مجنون، ده هو طريق الوحش. بيعرفها بان اصحابي هناك ولازم انقذهم باي طريقة. ما تقلقيش انا هتصرف. فبتقرر تسيبه براحته وبيمشي. بعدها نروح بقى لابو شعر احمر واللي بالمناسبه اسمه اكاني. بيصحى بيلاقي نفسه مربوط مع اخوه في ساحه كبيره. الوحش قال له دلوقتي انتم الاتنين مجرمين، قدامكم خيارين ملهمش تالت، يا اما تموتوا سوا يا اما واحد فيكم يقتل التاني. بس ده ازاي؟ ده احنا اكتر من اخوات. الوحش قال ما يهمنيش، ها تختاروا ايه؟ بس بيعذبهم شويه كده. اكاني قال له تمام. بينزل لهم على الارض وبيدي لهم السلاح. اكاني وقتها بيهجم على شينجي ابو شعر ابيض ومش رحمه نهائي. شينجي مش فاهم ازاي صاحب عمره بيحاول يقتله، مش بيرضى يهاجم اكاني وده لانه صاحبه. بس اكاني بيستفزه اكتر. وفي نفس الوقت هينوهارا وصل للمكان وبيلاحظ انهم بيحاربوا بعض وخلاص. اكاني كان هيفنش شينجي لكنه بيسيب نفسه يتضرب من شينجي عشان هو يخسر. هينوهارا فاهم ان كل ده عشان ينقذ شينجي مش هو. الوحش قال له حلو قوي ده، دلوقتي موت انتوا الاتنين. ده هو ده، مش انت يا عم انت متفق معانا ان في واحد هيعيش؟ قال له ايوه بس انت عملت جريمه ولازم تتحاسب. بيكتف شينجي لكن هينوهارا بسرعه بيلحقه. بيقول له دلوقتي جودوري. الوحش بيهجم لكنه بيتفاداها وبيحاول يدور على الجسم الرئيسي بس مش عارف. وهوبا ضربه من الوحش طاحت بهينوهارا ارضا. لكن طبعا هينوهارا ما استسلمش، بيقرر يهاجم الوحش بس حتى ده مش نافع. طب اعمل ايه معاه؟ انا لازم الاقي الجسم الرئيسي. الوحش قال له جسم رئيسي ايه؟ ابلع يالا، هو انت لسه هتفكر؟ بيمسح بيه بلاط المكان وبيأذيه جامد. الكل بيشوف اللي حصل لبطلنا ولسه هيقع من الارتفاع العالي ده لكن بيلحق نفسه على اخر ثانيه وبيغرز السيف في الجدار ده. الوحش قال له اركن بقى على ما خلص على اصحابك وهو بالمره معاهم كونها. تخلص على مين؟ ده انا خليك تتمرجح شمال ويمين. ارجع يلا. ايوه بطلنا بيستخدم السيف وبيقول له اظهر. فعلا بيخرج شعاع ضوئي قدر يوصل لاكانجي حتى. وبالمناسبه اكانجي كان
كان رايح يشوف بطننا. المهم هينوهارا بيظهر حوالينه ضوء ساطع كده كأنه درع، وكل ما الوحش بيحاول يهاجمه بيتأذى هو. واحلى مسا عليك يا عم، هجمة واحدة كانت كفيلة بظهور شخصيتك الحقيقية. وايوه طلع راجل عجوز متخزوق بسيف مثبته على الارض. هينوهارا بيقرر يشوف ايه السيف ده، لقى نفسه دخل لذكريات الوحش. والمفاجأة يا صديقي ان اصلا الوحش كان راجل طيب وبيسامح المجرمين، لكن في يوم من الايام ظهر مجرم. طبعا صاحبنا بيقرر يساعده، بس للاسف المجرم غدر بيه وغرزه بسيفه في المكان ده. الراجل الطيب ساعتها بيتحول لوحش مرعب، خلص على المجرمين في ثواني وبنى المكان ده عشان يقتل المجرمين ويعذبهم. هينوهارا شاف كل اللي حصل فبيقرر يساعده. الوحش قال له لا ده سيف ملعون، مفكر ان كل ده هيفرق وعمك هينوهارا موجود. قولها معايا يا صديقي. لا والله، بيمسك السيف وبيحاول يشيله بس بيقع في ذكريات الكراهيه وكل حاجه سيئه حصلت له. الوحش وقتها ادرك انه متشابه مع هينوهارا، ووقتها هينوهارا قال ان مش كل البشر زي بعض، في الكويس وفي الوحش. بيحاول يشيل السيف بكل قوته وعينيه كلها محاسن ومآسي من اللي حصل معاه في ماضيه، وفعلا بيقدر يشيل السيف من الراجل ده واللي بالمناسبه اسمه توسوغاسا. قال له انت ليه انقذتني؟ هينوهارا عرفه بانه شاف الماضي بتاعه وعارف المآسي اللي هو عاشها وبيتأسف عشان شاف كل ده. توسوغاسا قال له عاش عليك، انت بجد البطل الجديد. ومره واحده توسوغاسا بيتلاشى واحده واحده والسيف الملعون بقى سيف اسطوري غير اللي مع هينوهارا. وقتها توسوغاسا قال له سيفي وروحي وقوتي كلها معاك يا هينوهارا. للاسف توسوغاسا بيموت بعدها، بس قال له استعمل السيف ورجع المكان ده لاصله. فعلا هينوهارا بيعمل كده وبيقول اظهر، وبعدها نور ساطع بيغير شكل المكان نهائيا وبيرجع كل اللي اتاخده من قبل توسوغاسا. الكل فرحانين ومش مصدقين اي حاجه، بس يا فرحه ما دامت لان اكانجي كان شاف كل حاجه. بيخش للمكان عشان يلاقي هينوهارا والمرشدين دول قالوا له تحت. بيطلع قدامه توسوغاسا قال له هو انت لسه بتفكر تلاقيهم؟ ده هينوهارا مع بقيه صحابه وكانوا خرجوا من النفق اصلا وقدروا يهربوا من المكان بسرعه. وحابب اقول لك ان هينوهارا ملك سيف الأصول، أو بمعنى صح الملك الجديد. يا حلاوة. بعدها هينوهارا واصحابه بيقدروا يوصلوا للمكان ده، بس ده مش هو وجهتهم، لا ده عشان المركبه انكسرت بيهم وبيحاولوا يعرفوا فين مكان العاصمه ولقيوها بعيده عنهم جدا. فهينوهارا قال لهم من الاخر احنا ضعنا مش كده، على العموم هحاول ادور على حل. لكنه شاف دخان في وسط المكان، عرف ان كاناجي هنا. بس شينجي عنده راي تاني، بيقرر يروح لهناك وبيلاقي اهله اخيرا. بيحاول يدور على شخص معين، ايوه هي امه. واول ما بيلاقيها الفرحه بترجع لوشه من تاني، بس تحس ان اكاني ما كانش مبسوط. المهم هينوهارا والباقي بيقعدوا شويه هناك لحد ما بيقرروا يتحركوا بعيد عشان في حرب هتحصل قريب، لان من 60 سنه كان في حرب على عرش ما بين الشنشو وبعضيهم لحد ما جت الاميره وسيطرت عليهم وبقت الملكه. بس حاليا الاميره ماتت ومعنى كده ان خلاص الحرب قربت. بعدها شينجي بينادى عليهم عشان يتحركوا، لكن اكاني كان فاصل نته مش معاهم. المهم بيتحركوا ناحيه الحدود عشان اهل شينجي يمشوا. بيوصلوا لاخر الطريق وبيتمنوا لاصحابنا بالوصول للعاصمه بسلام. شينجي بيسلم على الكل وبيقول يلا بينا يا اكاني، لكن المفاجاه ان اكاني مش بيستجيب ليه. قال له مع نفسك يا صاحبي انا ماليش مكان هنا، اسف بس اهتم بنفسك وهبقى ازورك قريب ان شاء الله. شينجي مش مستوعب حاجه، بيحاول يوصل لصاحبه لكن امه بتلحقه من الشلال. شينجي بيصرخ على اكاني قال له ما تسيبنيش هنا انا محتاجك. بس خلاص اكاني قرر انه يكمل الطريق لوحده للاسف. هينوهارا قال له هو انت سبته ليه؟ فهو وضح بان عصابته هم اللي خدوا شينجي من امه، فانا ماليش مكان بعد كده عند اي شخص وهشيل كل حاجه لوحدي. هينوهارا عجبه الحوار وقال له انت من دلوقتي صاحبي، يلا بينا بقى نكمل الرحله سوا. اكاني قال له هو انت عبيط سيبني يا عم، لكن الواد دماغه ناشفه وقرر خلاص. المهم بتعدي فتره وابطالنا بيتعبوا من المشي، وفي السكه كانت بتقابلهم عقبات بيقدروا يتفادوها، منها الوحش المرعب ده بيهجم عليهم لكنهم بيتفادوه. بيرجع لهم تاني بس بيتحرك ناحيه اكاني بس. طب هو ايه اللي عصب الوحش كده؟ البنت دي بتطلع لهم وبتقول لهم انا السبب، وده عشان خدت البيضه
البيضة بتاعته، لكن اخدتها عشان مرات زعيم القرية هتولد قريب فلازم تاكل كويس. بيقطع كلامهم بقى الزعيم ده ومعاه اكاني، قال لهم حقكم عليا عشان الوحش هجم عليكم، ولسه هيكمل كلامه لا هينهارا مرمي على الارض. وبنشوف في العالم الحقيقي ان اراتا مش بيروح مدرسة هينهارا، عشان كده الطلاب فكروا بيهرب والسجر ندمان على اللي عمله. بعدها بيصحى هينهارا وبيلاقي نفسه متعالج من حمى جديدة. اكاني قال له عامل ايه يا عم؟ قلقتني عليك على الفاضي. على العموم زعيم القرية صدفنا عنده والدنيا متفل وروقان، بس خد بالك الراجل دوت خادم لواحد من الشنشو، بمعنى صح. كاناجي لسه هيكمل كلامه لقى زعيم القرية وصل، قال له كويس انك بخير. بيستعمل سيفه وبيصلح سلاح اكاني. بعدها بياخدهم جولة في المدينة، بيعرفهم بان في احداث مش مظبوطة بتحصل والحرب شكلها هتقوم، بس عشان نقدر نحل كل ده لازم على الاقل يظهر واحد من الشنشو ينقذنا هو يوحد المملكة. وفعلا ظهر واحد كده جديد قدر يسيطر على السيف الاسطوري، وكمان خد قوة توسوجاسا بموافقته. ومعنى ان توسوجاسا تقبله يبقى الواد مش مجرم على كده. واللي مجنني انه متهمينه بقتل الاميرة. بس صحيح هو على اسمك يا هينوهارا. بطلنا قال له ما تاخدش في بالك، تشابه اسماء مش اكتر. بتعدي فترة وبنشوف كاناجي بيتدرب مع نفسه وبيوعد شخص في القبر انه هينقذ المملكة. فجأة بيسمع حد بينادي عليه بصوت عالي، الحق كل الداعمين ليك ماتوا. بيروح يشوف في ايه، لقى مجزرة او بمعنى صح مذبحة في المكان. بيكون في واحد لسه في النفس بينطق اسم واحد بس، اكاتشي. كاناجي اتصدم، ما عادش فاضل غير واحد دعم ليه بس. بيقول لهم بسرعة اتحركوا على هناك. وتخيل من هو، ايوه زعيم القرية. يا حلاوة. والصدمة الاكبر يا عم صديقي ان اكاتشي وصل له اصلا. هينهار بيسمع في ايه بالظبط؟ لا اكاتشي بيقول لزعيم القرية ان كاناجي قتل الاميرة، وقال ان هينهار هو اللي قتلها. الشخص اللي انت بتدعمه مذنب يا زعيم القرية. بعدها بياخد رجله وبيتلزق بيها في الجدار. ومش بس كده، لا بيهجم على بعض بضربات قويه، ومن قوه الهجمات ابطالنا بيطيروا بعيد. لكن على اخر ثانيه هينوهارا بيستعمل سيفه وبينقذ الوضع. بعدها كاتشي بيعذب كاناجي وبيفتكر ايام ما كانوا بيضربوه سوا. كاناجي بيقول له انت عملت كده ليه يا صاحبي؟ كل ده عشان العرش. ده ايه الغرور بتاعك ده يالا؟ اكاتشي قال له انا دلوقتي اخدت كل المخلصين ليك، انت يا كاناجي ضعيف ومش قوي. انا هسيبك تتعذب نفسيا عشان تجي تديني روحك وسلاحك. يلا يا عم سلام. لكن هينوهارا بيوقفه، هو بيديله كلمتين من بتوع العداله، انت وانت وانت وانت. اكاتشي قال له روح نام يلا سلام. انا بقى وقتها كان كاناجي مصدوم من كل اللي بيحصل معاه، مش مصدق ان كل الداعمين ليه ماتوا. البنت دي بتقول له رجع زعيم القريه بسرعه، هو كان بيدعمك لاخر نفس ومراته ماتت بسببك، بعد اذنك رجعه. بس خلاص للاسف الزعيم خلاص مات. فكاناجي قال ان اللي بيسلم روحه على هيئة سيف ساعتها بيموت مش بنقدر نرجعه. البنت بتصرخ بحرقة جديدة بعد ما كانوا عايشين في سلام والدنيا تمام. فجأة بس وبمجرد زيارة واحدة الكل مات. هينوهارا بيقول معنى انك جيت هنا يبقى انت كنت عارف كل حاجة. طب ليه قتلت الاميرة من الاول؟ ليه خنت المملكة؟ كل ده بيعم عليك حالا، فكما تدين تدان يا صاحبي. بعدها هينوهارا بيخرج بره، لكن اكاني بيوقفه بيقول له مش هتتحرك ناحية العاصمة، الاميرة طلبت منك توصل السلاح الاسطوري ليها. لكن بطلنا كانت دماغه مقفله وبيقرر يقعد لوحده. نروح بقى لعمك اراتا، وكان عايش مش شاغل باله باي حاجه لحد ما بيلاحظ ان في شخص بيبص يمين وشمال ناحيته كده، فبيقرر يشوف مين ده. وهو من الاخر سوجورو. بيقول له عامل ايه يا اسطى؟ مالك كده بتبص لي يمين وشمال؟ تاخد صوره؟ قال له انت بتغيب من المدرسه كتير فجيت اسلم لك ده. هو تمام وكل حاجه بس انت مين برضه؟ سوجورو قال له صحيح انا نسيت اننا مش صحاب. طيب يا عم انا ماشي. واراتا مش فاهم اي حاجه. المهم بنرجع لهينوهارا من تاني، وبيفتكر وقت ما قالت له الاميره ان هيحكم المملكه، لكنه مش عاوز كده. بيقطع تفكيره قدام كل من اكاني وكونها. بيقول له مالك كده؟ انت مش عاوز تتحرك ليه؟ هينوهارا بيوضح لهم انه مش عاوز يقتل، او بمعنى صح يقتل، لانه كده هيكون زي اكاتشي. اي نعم انا بترعب منه لكن ممكن اكون اقوى، بس برضه لو قتلتوه هكون زيه. مش عارف اعمل ايه، انا عاوز ابعد وكفايه كده. كان بيرميه
الحجاره وقال له انت مفكر نفسك مين يلا؟ الكل اعتمد عليك وحبك وفي الاخر تقول مش هتكمل؟ انت فاكر عشان وقعت بس مره كده الدنيا باظت؟ لا يا معلم، فكر بايجابيه شويه واتعلم من غلطاتك. واقول لك كمان انت جبان اصلا وبتهرب من كل حاجه. الكلمه دي رشقت في ودني هينوهارا وبيفتكر ماضيه واللي بيحصل معاه. فكوتوها قالت له انا عايز اصارحك بحاجه. في اسطوره بتقول ان في شخص هيستعمل السيف الاسطوري وهيسيطر على العالم بالعدل والكل كمان هيحبه، بس اللي ما تعرفوش ان الملك دوت مش بيحارب بالسيف، او بمعنى صح بيقتل حد، ومش هيجبر حد انه يطيعه زي ما عملت مع تسوجاسا. وشكلك كده هينوهارا اللي في الاسطوره، ايوه انت سيف الوصول. وفجاه سيف هينوهارا بينور، بس المره دي اضاءته عاليه جدا ووصلت لكل الشنشو حتى كاناجي، وعرفوا وقتها ان اللي جاي مش بيهزر ابدا. بعدها هينوهارا بيوعد البنت انه ينقذ زعيم القريه لان سيفه فيه الحل ويقدر ينقذ الاميره كمان. نروح بقى لاراتا من تاني، وكان قرر خلاص يروح المدرسه، وعلى حظه قابل المتنمر هناك اللي بيحاول يستفزه بالكلام، لكن اراتا عمل مع الواجب. بعدها بيسيبه وبيمشي، بس المتنمر مش هيسيبك في حالك، بيقرر يعمل ليه كمين. فاثناء ما اراتا ماشي في الطريق بيتفاجئ باتنين بيقولوا له ورانا يلا، فبيقرر يمشي ويشوف في ايه بالظبط. بيطلع على السطح ولا صاحبك المتنمر هناك. اراتا قال له ياه وحشتني يا جدع، انت ما حرمتش من اخر محادثه ولا ايه؟ قال له لا يا عينيا، دلوقتي هعرفك انا مين. يا عم روح اجري بعيد، انت اخرك فاضي. قال له عينيا. بيطير على اراتا ومفكره ضعيف، ما يعرفش ان اراتا يحط في رغيف. بيصد ضربته وبعدها بيدي واحده رجل بيشمعه. ارجع يلا، على ما اظن كده كفايه عليك، سلام انا بقى. وقتها بنشوف هينوهارا وزمايله بيحاولوا يعدوا النهر، بس رجل كونها بتورم، فبيقرروا يستريحوا في اي مكان. فعلا بيلاقوا كوخ صغير كده وبيقعدوا هناك شويه. الورم عمال يزيد، فبيقرر اكاني انه يجيب اعشاب مضاده للالم. كونها بتستغل الفرصه وبتحاول تقرب من هينوهارا، بس ابننا غلبان ومالوش في البنات ولا الكلام ده. بيخرج بحاجه انه رايح يطمن من الموقع بتاعهم، لكن بنشوف ان اصلا كاناجي بيراقبهم بصمت. وقتها القلاده بتاعت هينوهارا بتنور، فبيشوف في ايه، لقي اراتا بيمس عليه. عامل ايه يا فنان؟ اخبارك واخبار كونها؟ قال له كله تحت المسخره ولا داعي للسيطره. المهم انت عامل ايه في العالم بتاعي؟ اراتا قال له ولا حاجه، كل اللي عملته بس اني مسكت صاحبك المتنمر ده وادبته. اي خدمه يا عم. الواد قلبه وقع من الصدمه. اراتا بيقول له يا عم ركز، انت تهت فين؟ لحد ما البوابه بتقفل عليهم ولسه الواد مصدوم وبيفتكر ماضيه مع صاحبه، بس بيقطع تفكيره تثبيت كاناجي ليه. قال له انت بترخي دفاعك دايما، على العموم سلم السيف الاسطوري بتاعك. لكن هينوهارا رفض، ده في احلامك يلا. كاناجي قال له عيوني، بيرميه بعيد عنه، والمفاجاه انه بيقدر يستخدم قوه النار. هو مش انت يا عم السلاح بتاعك اتاخد؟ قال له طول ما انا عايش هقدر استخدم القوه، بس مش هتكون مستقره دلوقتي وحالا. سلم السيف الاسطوري بتاعك لان ده امل الاخير في هزيمه اكاتشي. يا عم هو انت مش بترحم؟ ما هو روع عليك المره اللي فاتت. على العموم مش هديك السيف يلا. كاناجي قال له طب ما تجرب تقتلني. مش هتقدر. عارف ليه؟ لانك تخسر ولا تقتل اعدائك. بياخد سيفه وبيجهز عشان يقتله، بس كونها بتوصل بسرعه للمكان وبتقول له اقف مكانك، مش بتلحق تكمل والنار بتحوتها. فكاناجي بيحس ان الموقف دوت حصل قبل كده بس مع شخص عزيز عليه. هينوهارا مش بيستنى ثانيه وبيطير ناحيه كونها. النار بتكون شديده بس خلاص هينوهارا قرر ينقذها، بس ينقذها ايه؟ ده هيموت معاها هنا. وكاناجي كان في عالم تاني بيفتكر واحده عزيزه عليه ماتت بسبب نيرانو برضه، فبيقرر ما يكررش الغلطه وينقذهم هما الاتنين، لكنه حاسس بان في وجع في كتفه مش طايقه. كونها بتحاول تعالجه لكنها مش عارفه، وده لان مش جرح عادي، ده جرح من جوه قلبه. فبنعرف من ماضي كاناجي انه كان طفل نبيل قابل اكاتشي وبنت اسمها ميسا لاجئين عنده في القصر. قرر يقعد معاهم ويحسسهم انهم كلهم واحد، الدنيا جميله وعاشوا سوا وكبروا مع بعض، والابتسامه مش مفارقه وشهم. لكن يا صديقي دوام الحال من المحال، لانه في يوم من الايام خدم القصر عملوا انقلاب على كاناجي وقتلوا عيلته، هو ما عادش فاضل غيره هو واصحابه. بيخرجوا من الباب الخلفي والخدم وراهم لحد ما بيوصلوا للمسعد ده. اكاتشي قال لهم روح انتوا وانا هدافع عنكم. كاناجي ما كانش موافق،
لحد ما كاتش قال ان المساعد مش هياخد غير 2، فانا بعتمد عليك انك تحمي ميسا يا صاحبي. كانوجي مش عارف يعمل ايه، لا اما يموت صاحبه لا اما كلهم يموتوا. بيقرر يهرب هو وميسا، وكاتش بيحارب الخدم. ميسا بتكون مصدومه من اللي حصل، لكن كانوجي بيهديها. بيتمشى بعدها شويه لحد ما الجنود بيلاقوهم، بس للاسف حاله كانوجي ما كانتش مستقره، والظروف الجويه مش سامحه بالخروج ابدا. لكن ميسا قررت تجيب الاعشاب الطبيه عشان كانوجي ما يموتش. بعد فترة قصيرة كانوجي بيفوق ولقى نار مولعة في المكان كله. بيروح يشوف في ايه، لقى ميسا في وسط النار. كانوجي من الصدمة مش قادر يفكر، حتى بيحاول يوصل لها بس مش قادر، والنار كانت هتقضى عليه. ميسا قالت له ما تتعبش نفسك، اهم حاجة انك بخير دلوقتي. كانوجي مش مستوعب اللي بتقوله وبيحاول يوصل لها، بس للأسف النيران خلاص التهمتها. كانوجي بيصرخ من كل الاحداث دي، كل شوية بيخسر حد شكل، من أهله لأصحابه لميسا آخر شخص عنده، لحد ما سيف النار قال له إنك مؤهل إنك تستخدمني، وروح ميسا هتحس بيك في السيف ده، يعني ما تقلقش. فعشان كده انا عاوز اجيب السيف باي طريقه من اكاتشي. هينوهارا قال له حلو الكلام، انا عاوزك تنضم لينا عشان احنا اللي هنغير العالم ده، جاهز؟ وطبعا كانوجي بيوافق. الكل بيوصل له خبر تعاون كانوجي مع هينوهارا، بس اكاتشي مش شاغله الحوار ده كله، لانه بيوصل له خبر ان في اشخاص اسمهم الرؤساء الستة جايين لاكاتشي شخصيا. بعدها بنروح للرؤساء الستة، وعرفوا ان هينوهارا هو اللي السيف اختاره، عشان كده لازم يوقفوه قبل ما يحتل العالم، والمره الأميرة ما ترجعش تاني. للأسف هم مش في صف هينوهارا. بنشوف المتنمر اللي بالمناسبة اسمه كوداكي بيتضايق من اللي عمله أراتا فيه ومش طايق نفسه، لحد ما ابوه بيوصل بيقول له انت طول عمرك فاشل يلا، عمرك ما هتنجح في أي حاجة وكلك حوارات وتعبان في دماغك. كوداكي بيرد عليه فبياخد أهله مشمعات سمع الدور اللي فوقيهم. وقتها كان أراتا رايح للبيت بيفكر في العالم بتاع هينوهارا وبيتأمل فيه، لحد ما بيشوف سوجرو من تاني بيقول له مالك يا عم في ايه بالظبط؟ الصراحه كده يا اسطى انا عاوز اعتذر لك عن اللي حصل مني، انا عارف انه حساله بس انا كنت خايف يضربوني، وعارف كمان انك عمرك ما هتعمل اللي عملته ده. قال له خلاص يا عم ولا يهمك، بس على ما اظن كوداكي صاحبه برضه، تعال اما نشوفه كده. نرجع بقى لهينوهارا واصحابه من تاني، كانوا خلاص هياخدوا راحه شويه لكنهم بيخشوا مجال شنشو الماء، والمجال ده حاجه كده زي مكان مخصوص الشنشو ده يقدر يعمل اللي هو عايزه. هو المفاجاه الاكبر ان في شخص بيراقبهم في صمت، ده غير ان الرؤساء الستة بيبعتوا واحد من التقال عندهم، وده عشان يقتل هينوهارا. طيب الاحق مين ولا فين ولا ازاي؟ هو الكاتب عاوز يخلص الانمي بدري ولا ايه؟ بس على مين؟ دول غلبانين ما يعرفوش ان بطلنا هيمرجعهم شمال في يمين. المهم يا صديقي نرجع لكوداكي من تاني، وكان ماشي في امان الله، بس بيلاحظ اشخاص بيتكلموا عليه بالسوء وان اراتا علم عليه. بيقول لهم مالكم كده امال خدتكم العظمه مره واحده؟ قالوا له انت مين بقى عشان تتكلم؟ لسه هيضربوه. بيظهر اراتا في المكان، الله 4-1، طب ما خش يبقوا 2 عليكم. فالعيال بيخافوا وبيمشوا. كوداكي قال له سيبني في حالي مره وكل شويه بتقل مني وبتستحقرني، انا كرهتك وما عدتش طايقك حتى من يوم المهرجان. فاللي حصل هناك ان هينوهارا استسلم، وده عشان صاحبه يفوز، وكوداكي اتضايق من كده. فاراتا قال له اهدى يا عم، ده هينوهارا كويس يا اسطى، انت اتهبلت، انت هينوهارا انا اصلا بكرهك يلا. وبعدها ام هينوهارا بتوصل وبترزع اراتا قلم بيظبطه، يعني احنا قافلين عليك وفي الاخر تهرب من البيت، مش معنى ان عندك فقدان ذاكره تعمل اللي على هواك. فكوداكي بيهرب من المكان وبيقول انا مش طايق الواد ده، نفسي اقتله، نفسي ارجع حقي منه، مش كل شويه هيحطني في موقف محرج، انا لازم اخلص من هينوهارا. فواحد من الرؤساء 6 بيسمع كل ده فبيقرر يستدعيه للعالم. فعلا بيقدر يعمل كده، وكوداكي مش فاهم حاجه لحد ما الشخص دوت عرفه كل حاجة، لكن جوه دماغه كوداكي فاهم ان اللي في العالم بتاعه هو هينوهارا المزيف. بعدها بينتقلوا قدام الرؤساء، قالوا له حلو جدا انك جيت هنا عشان توقف هينوهارا لان انت عندك كراهية كبيرة ليه، وبسبب كده استدعيناك، ده غير ان هينوهارا عاوز يبقى الملك. كوداكي استغرب، ده حتة عيل كحيان وعامل القلق ده كله. قالوا له عشان تقدر توقفه هنجيب لك سيف ملعون قوي جدا يهزم حتى سيف اراتا، بس مش اي حد يستخدمه. بيوصلوا للمكان فعلا وشكله مرعب
الصراحة. وكوداكي ملحقش يفكر وراح ناحية السيف، فأول ما مسكه كل الشنشو بما فيهم أراتا بيحسوا بظهور كيان جديد. وكوداكي دخل لمجال السيف المرعب وقال له وريني كراهيتك، قال له عيوني، ومن بعدها بيقدر يسيطر على السيف. وبينما هينوهارا في الطريق بيتفاجئ بكوداكي مستنيه. هينوهارا اتصدم، ده ازاي كده؟ كوداكي قال له شفت بقى انا وراك، يعني انت سبت العالم بتاعك عشان خايف مني، ده انا هوريك السواد. بيهجم على هينوهارا لكنه بيستخدم قوة الضوء وبيصد الضربة. قال له انت جيت هنا ليه؟ كوداكي وضح بانه جاي يصفي الحساب اللي ما بينهم، فانا لسه هوريك انا مين يا فاشل. هينوهارا اتعصب ووشه قلب جد، وباين من نظراته انه هيقتل اي حد. بيقول له انا اللي هوريك انا مين. السيف بتاعه بيتغير وقوته بتزيد بس بالطاقة السلبية، فبهجمة واحدة بس من هينوهارا اكبر كوداكي يستخدم الدرع، بس حتى ده مش نافع معاه لان كوداكي بيتصاب. وهينوهارا بيبدأ يتحول لشيطان بيصرخ من الألم، لكن كونها بتحاول تنقذه. قالت له ده مش انت، ارجع لطبيعتك، انت قلت انك مش هتقتل عدوك صح، ارجع تاني يلا. فعلا هينوهارا بيستجيب لكلامها، لكن للاسف كونها اغمى عليها من قوة السيف. وقتها الرؤساء 6 بيوصلوا وقالوا له يلا بينا نمشي على ما السيف بتاعك يستيقظ بالكامل، لاننا ما كناش عاملين حسابنا ان هينوهارا بالقوة دي. وبيمشوا في الاخر، وبعدها السيف بيقع من هينوهارا، فكاناجي بيستغل الفرصة وبيسرق السيف. اكانا مرضيش يسيبه وبيجروا وراه. وفي الليل كونها فات من الاغماء وقالت له انت مين بالظبط، ومين الواد اللي انت كنت بتقول انه صاحبك ده؟ قال لها انا اولا مش اراتا وحاولت اقنعك بس انت اللي رفضتي، تاني حاجة الولد ده كان صاحبي بس بعدها قلب عليا واتنمر عليا بكل الطرق، فانا كنت بحاول اتجنبه عشان ابعد عن المشاكل. انا اسف يا كونها انك اتأذيتي بسببي. بعدها بيخرج تحت المطر. نرجع لاكانا من تاني، واهل كاناجي رجع السيف يلا، رد بانه هيرجعه كده ولا كده. بيروحوا لهينوهارا لقيوه متدمر نهائيا. كاناجي بيمسكه من رقبته، قال له بقى ده هو اخرك، اما تولي نغير العالم وتعمل لي حوار، طلع ده اخرك يعني، قوم يلا انت المختار، وما تقولش انك استسلمت على كده. هينوهارا قال له انت مش عاوز السيف. كاناجي رد بايوه، بس للاسف حمله تقيل عليا وواجباته كتير. نرجع تاني لكوداكي، واللي بيفوق من نومه بيفتكر كل اللي حصل وان هينوهارا بقى قوي جدا. قال له ده انت هسليني بقى، فاجهز لي يلا. بعد فتره كان هينوهارا بيتدرب مع كاناجي وقال له انت كده مش نافع، بتتردد عشان حوار صاحبك مش كده، طب تعالى. بيرمي سيفه من التل الكبير، ودلوقتي روح هاته وتيجي قبل الغروب، غير كده هنمشي ونسيبك. الكل مش مصدق، دي مهمه مستحيله، لكن هينوهارا قرر ياخدها. فعلا بينزل التل والمهمه بتبقى صعبه عليه. بتعدي الساعات لحد ما بيلاقي السيف بس جوه في فم الذئب. بيجري وراه، فبيفتكر يوم ما كان هو وكوداكي اصحاب جدا، لحد ما في يوم الماراثون هينوهارا خسر بالعمد عشان يفرح كوداكي وسط اهله، لكن حصل العكس للاسف. هينوهارا بيفوق من الوهم وعزم خلاص على الانتصار عليه. فعلا بيقدر يرجع الغابه قبل الغروب مع السيف، وبكده ثقه كاناجي رجعت ليه من تاني. في اليوم اللي بعده بيقرروا يدخلوا مجال شنشو الماء اللي كان اصلا منتظرهم، لكن كان معاه شغلانه كده. قال للكل اللي مش هيطلعنا هيحصل معاه اكتر من كده، انا هسيب المره دي عشان يكون عبره لامثاله، اللي جاي مش هرحمه. بعدها بنشوف الشخص اللي كان بيراقب هينوهارا، قال ان دوت الشخص الوحيد اللي عنده قوه شيطانيه بس قلبه نقي ولازم تعرف عنه اكتر. بنرجع لهينوهارا من تاني، هو بيوضح انه مش هيقتل حد زي ما اتفقنا، بس يلا الاول نخش المملكه. المشكله انهم بيعدوا من على بوابه الضرايب الاول، ما بيكونش معاهم غير شويه فكه. الموظف لسه هيقول لهم من بره لا الشخص اللي شفناه في الاول واللي اسمه سهرة. قال له خلاص يا عمنا دول تبعي تمام. بعدها بيدخلهم المدينه وبيتفاجئوا من رقي المدينه جدا، لكن كاناجي كان رابط جبهته وده عشان عليه علامه الشنشو وما يتكشفوش. فسهر وضح بان في كل حاجه انت عايزها، فهنا كونها بتشوف دبوس جميل. فسهر قال لهم لازم تشتغلوا عشان تعرفوا تشتروه، فدلوقتي انتم هتشتغلوا في الصخر وكونها هتشتغل في المنسوجات. فعلا بيبداوا الشغل لكنه صعب عليهم، بالذات الطفل الصغير ده. الكل بيستحقره للاسف. بيعدي اليوم الاولاني وهينوهارا عاوز يشتري الدبوس لكنه كان غالي. بيلاحظ سهر الموضوع فقال له انت شخص محترم. بعدها بيتكلموا عن الشنشو المائي شويه،
وفي اليوم التاني بتحصل مشكله مع الطفل الصغير، فالرئيس بيضربه: انت مطرود من النهارده بسبب انك كسرت العربيه. الطفل قال له: مش انا وهنهاره بنعرف ان كل دوت مخطط ليه، على الاقل انا عايز اجري لشغلي. الرئيس قال له: روح صلح العربيه بره بقى. كان اتعصب لسه هيضرب الرئيس، لا سهره بيوقفهم. على ما اظن يا حضره الرئيس العنف ممنوع، لو راجل كررها تاني. الرئيس بيعتذر عن اللي عمله، وبعدها اصحابنا بياخدوا الطفل لبيتهم، بيعرفهم ان زي ما في هنا بيوت وفلوس في ناس بتعيش بالعافيه، وانا كنت من الاغنياء وعيلتي بياعين مجوهرات، فكنا احنا رايحين في رحله شغل وطلع علينا قطاع طرق وقتلوا اهلي، فانا بس عرفت اهرب منهم. وللاسف الرئيس ده كان كاتب عندنا وما صنش ابن الراجل اللي كان شغال معاه. وقتها كاناجي حس بان سهره بيراقبهم فبيخرج له. سهره قال له: عامل ايه يا كاناجي؟ هو ليه انت مع هينوهارا؟ قال له: عشان هدف محدد لينا، ونصيحه ما تستخفش بهينوهارا، وده لانه قوي فعلا، وبطل تلعب معانا فمش هتعرف صدقني. نرجع للطفل من تاني، وبيقول المدينه دي بتحكمها الفلوس ونفسي اخرج منها. هينوهارا قال له: الكل بيعاني لكن مش كل شخص بيحل مشاكله، ايه رايك نخرجك من المدينه دي؟ الواد بيوافق، ومعاهم كونها وكاناجي، وكل دوت وسهره كان سامعه. وقتها كان كوداكي تعافى بالكامل من اصابته، بيتحرك شويه وفجاه بيلاحظ اكاتشي في المكان. كوداكي مش بيستنى وبينزل بسرعه، بيقول له: اكاتشي ايه رايك نتعاون معايا؟ انا سمعت انك قوي وعملت مهام قويه جدا. قال له: انا مش هبقى تابع مع كلب زيك، القوي بيحارب لوحده ولسه هيسيبه ويمشي. كوداكي قال له ان هو نفسه يهزم هينوهارا باي طريقه وحاسس ان المفتاح عندك. وهوبا اكاتشي بنتقله قدام كوداكي بسرعه رهيبه. قال له: انت مش هتكسبه مهما حاولت، بس انا عندي الحل. انت دلوقتي مسيطر عليك من الرؤساء وانا هحررك، بس يحررها بغشوميه وحفاظا عليك هظهر لك الشكل من بعيد بس. وقتها كان هينوهارا بيتحرك ناحيه البوابه، فبينما هم في الطريق للخروج من المدينه لا سهره بيمس عليهم: قال انتم مفكرين نفسكم رايحين على فين؟ بيستدعي السيف بتاعه وبيطلع ان هو شنشو هو كمان، بيهجم على هينوهارا لكن بطانه بيتصدى ليه. وقتها سهره عرف ان دوت الاسطوره اللي هيحكم العالم. قال له: يا ريت يا هينوهارا تنقذني وتنقذ الشنشو المائي من الظلام اللي وصل له. طبعا الشنشو كان سامعه فقال له: كفايه لحد هنا انا هتصرف. بعد اليوم ده كان هينوهارا بيتعمل في المدينه، وكونها بتقرر تتمشى شويه لحد ما مره واحده هينوهارا بيسمع صراخها، بيطير على المكان لقاها بتتسحب جوه الميه. عرف وقتها ان كل دوت بفعل الشنشو المائي. بيقرر يروح له في مكانه، وبعدها بيقلب فراري لدرجه ان هو بيعدي كل من اكانه وكاناجي بشوط كبير. بيقدر يوصل للمكان فعلا، وبيشوف كونها في وسط القصر بيحاول ينقذها لكنه مش عارف. الشنشو المائي اللي بالمناسبه اسمه يورونامي قال له: ده مش كفايه عشان تكسر مجالي، دلوقتي هنلعب لعبه، اللي هيستسلم في القتال الاول هو الخسران. وعشان نعلي الليفل شويه الميه هتغطي كونها لحد ما تقتلها. يا ترى هتنقذها ولا لا؟ صدمه بكل المقاييس. بيهجم على هينوهارا لكنه بيتصدى ليه بالسيف. صحابه بيحاولوا يتحركوا ناحيه كونها بس يورونامي وقفهم، وبيهجم على اراتا من تاني لكنه بيتفادى الضربه، وكانت لسه ضربه هتغفله بس سهره بيقول له وراك، وفعلا قدر ينقذ هينوهارا. فيورونامي بيهجم عليهم وقال: ممنوع اي حد فيكم يتكلم. الوضع بيسوء اكتر واكتر من ناحيه كونها، وشكلها هتودع هنا. هينوهارا مش عارف يعمل حاجه قصاد الشنشو المائي لحد ما يورونامي بيستعمل اقوى تقنيه عنده، وهي تقنيه عكس الزمن، وبيقدر يسيطر على بطلنا للاسف، لدرجه ان اكاتشي بيحس بالتقنيه وعرف ان هينوهارا هناك. بيفتكر وقت ما شال عين كوداكي وقال له: انت كده تمام ما تقلقش. لسه هيمشي لا كوداكي بيوقفه، قال له: انت لو عايز العين التانية عرفني لكن بشرط ان اكون قوي. اكاتشي قال له: احتراما ليك خد عيني دي، وفعلا بيعمل كده. وتحس يا صاحبي انهم بيتاجروا بيها ولا كانها حاجه عاديه. المهم بنرجع لسهره وبيكون فاهم خلاص ان هينوهارا في ورطه كبيره، لكن اللي ما توقعهوش ان كوداكي بيسجل دخول للساحه لسه هيتحرك. لا يورونامي بيقول له: ارجع يلا، ارجع بيتكم يلا، وبيقرر ياخده للمجال بتاعه. وقتها هينوهارا بيقابل امه في العكس الزمني وبتقول له: استسلم خلاص، انت كده ولا كده مش بتحب المشاكل فما فيش داعي للمقاومه. بس هينوهارا رافض الفكره، بيقرر يصغره كل شويه، وهينوهارا رافض فكره الاستسلام. بيكبر هينوهارا تدريجيا من تاني، ولكن وقبل ما يخرج بيعرف امه ان هو مش هيستسلم وهيحمي اللي بيحبهم. سلام يا امي. بيقدر يخرج من مجال يورونامي بسهوله. بعدها بيحيط نور ذهبي في المكان كله، بيقدر ان هو ينقذ كونها في مشهد قمه الجمدان. وشنشو الميه بيقرر ما يستسلمش وبيحاول
يهاجم، بس خلاص الانتصار لهينوهارا وسلاحك رافض الحرب. فبنعرف ان اصلا يورونامي لحد الان مش مستوعب موت امه، وبيحاول يظهر لها قد ايه هو جامد، لان لما كانت امه عايشه كانت بتهزها على كل مهمه حتى لو انجزها. فمن هو صغير كان بيحاول يكون اقوى، وده عشان امه تحبه، لكن كل شويه بتعرف ان هو فاشل اكتر لحد ما ماتت وسابت له تذكار مخصوص ليه، ولحد الان لسه ما فتحوش. فجربت اعمل دميه كانها امي، لكن حتى مش مستقبل الفكره دي. بعدها يورونامي بيروح يشوف ايه التذكار ده، لقى الكنز اللي امه كانت بتتكلم عنه. الراجل العجوز ده قال انا كنت عارف سر امك يا شنشو الميه، فهي كانت حامله همك لما هي تموت او الحرب تقوم، فقررت تكون قاسيه عليك، وده عشان تكون قوي تحمي نفسك، لدرجه انها كانت بتتابعك في الخفاء وبتتمنى ليك الخير، حتى انها كانت بتعاني لان ابنها بيفهمها غلط. يورونامي بيحس بوجع شديد في قلبه، وبيقرر يفوق من الوهم اللي هو كان عايش فيه، وبيعتذر للكل عن اللي عمله فيهم. قول لي بقى انت اكتر حاجه بتهتم بيها ايه؟ هل الروابط والصحاب زي ربطتك بامك كده؟ طيب حلو الكلام يا شباب، انت من نسيتني ولا ايه؟ النهار بينصدم لان دوت هو كوداكي. بعدها كوداكي بيقول له مالك كده امال؟ قعدت تقول روابط واصحابه التخاريف دي، ما تيجي تواجهني ونشوف مين اللي هيكسب كده. هينوهارا قال انا مش عارف ليه انت مصر انك تقتلني، لكن برضه عاوز ارجعك لرشدك. كوداكي قال له بطل عبط يلا، وبوم بيهجم عليه، لكن بطلنا بيتصدى للضربه، بيحاول يهرب من المكان عشان محدش يتاذى. فكوداكي بيستعمل اسلاك من السيف وبيهجم بيها على هينوهارا، بطلنا بيتفادى وبيحاول يتحرك بعيد. كل ده بقى كان متراقب من قبل الرؤساء الستة ومتفاجئين من قوة كوداكي اللي كان عامل الواجب مع هينوهارا، بيضربوا بالسيف لكن بطلنا بيصده بقوة الضوء. كوداكي قال له هتهرب جوه الحاجز لحد امتى يلا؟ انا مش هسيبك برضه. بيحاول يزود الظلام اكتر واكتر جوه بطلنا وعاوز يقتله بالمعنى الحرفي. كونها بتحاول تطلب المساعدة من اي حد لكنهم بيرفضوا لان ديت معركة هينوهارا، ده غير انهم هيكونوا عائق ليه، فكلهم بيشجعوه. وكونها بتقول له افتكر غاية الاميرة وهي توحيد العالم، ده غير ان الكل بيثق فيك هنا، بيفتكر كل اللي شايفينه امل ليهم وبيقرر يخرج الوحش اللي جواه. بس حتى دوت منفعش والتفوق كان لكوداكي، خلاص هيقتل بطلنا، لكن يورونامي بيقرر يضحي بقوته وروحه، وده عشان هينوهارا. قال له عاش عليك، دلوقتي بقى انا هودعكم كلكم. والكل بيرفض الفكره، لكن يورونامي قرر خلاص لان دوت ملك الشنشو واسطوره سيف الاصول. ما تقلقوش هشوفكم من خلال السيف، انما عشان هينوهارا ما يموتش لازم تنقذه. هينوهارا كان رافض الفكره، لكن يورونامي بيقول له اقبل قوتي يا بطل عشان تحمي الكل. وللاسف يورونامي بيضحي بنفسه وقوته، وده عشان هينوهارا. وبوم نور السطح بيقدر يهزم قوه ظلام كوداكي، وبعدها الدنيا بتتدمر من حواليهم، لكن الكل بخير. والمفاجاه ان محدش من الاتنين دول جرى حتى لحد الان، دي معنى قوه اتنين من اقوى السيوف في العالم. هينوهارا بيسال كوداكي ليه عاوز يحاربه، قال له من يوم ما استحقرتني في السباق وانا مش مسامحك وعاوز اضربك باي طريقه، ويا ريتك كنت كسبت، على الاقل كان الانمي خلص من بدري. المهم كوداكي بيهجم على هينوهارا، لكن بطلنا بيغير شكل سيفه وبيقدر يستخدم سيف يورونامي وبيصد هجمه كوداكي. ومش كده وبس، لا ده بيقدر يسيطر. كوداكي ما كانش مستريح للي بيحصل، فبيقرر يستخدم كل قوته وبيستعمل قوه السيف الكامله على هينوهارا، واوان بيهجم عليه. هينوهارا بيحاول يتصدي ليه، بعدها بيظهر القوه الحقيقيه للسيف الاسطوري وبيقدر يرمي كوداكي بعيد عنه. ولما فكر ان الحكايه خلصت على كده تبقى غلبان، فهينوهارا بينقذ قوته الكامله بكل جمدان. الكل مصدوم، ايوه قوه السيف الحقيقيه بتظهر ومعاها صخور من تحت الارض بترفع كل من كوداكي وهينوهارا. وفي مشهد قمه العظمه بيظهر هينوهارا قوه سيفه الجديد، واحلى مسا عليك، بهجمه واحده بس قدر يتعب كوداكي، لكن الواد مش بيستسلم وبيحاول يقاوم. بس خلاص اللعبه انتهت هنا، ابلع يلا. فعلا كوداكي بيقع على الارض مستسلم ومنهزم. ساعتها فعلا هينوهارا بيحس بالسلام الحقيقي وبينزل لاصحابه تحت، فبيلاقي كل اللي بيدعموا يورونامي واللي بيدعموه حاليا وعاوزين يسلموا قوتهم ليه. هينوهارا ما كانش موافق في الاول، لكن بعد طلب كبير بيوافق فعلا وبياخد قوتهم في السيف ده. بعدها بيعرف اراتا بكل حاجه، وان كوداكي جه العالم بتاعي، ده غير ان في شخص من العالم بتاعك عندك برضه. اراتا قال له ما تقلقش انا هتصرف. فهينوهارا بيقرر يسلم الدبوس لكونها اللي كانت عايزاه في
الاول. وبعدها بنشوف كل المتبقين من الشنشو وعاوزين يدمروا بطلنا وناويين نية سواد. والمفاجأة عزيزي المشاهد اننا بنشوف كوداكي لسه عايش. اوبا. وهنا بينتهي الموسم الاول من حكاية هينوهارا. فيا ترى هل هيقدر بطلنا انه يوحد العالم ولا لا؟ ومين هو الشخص اللي في العالم الحقيقي بالظبط؟ ويا ترى هينوهارا هيرجع للعالم بتاعه من تاني؟ اهو ده بقى اللي هنشوفه في الموسم الثاني يا معلم. لذلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك اشعارات بالفيديوهات الجديدة من الحكاية. ولحد هنا بيخلص الموسم الاول وننتظر الموسم الثاني اول ما ينزل من الحلقات الرسمية هننزلها لكم على طول. وتذكر دوما ان كان لنا بقاء فإلى اللقاء.